علاش حكومة علي الأخنوش حققت أقوى حصيلة اقتصادية من 2011 اليوم. تعرف الاستثمار قاعت مداخيل الدولة نقصت العجز. الدولة اللي ما كتحترمش المواطن ديالها ماشي دولة. الدولة خصها تحترم المواطن ديالها، توفر له الصحة والتعليم والمأوى. ونحن نريد أن نعيد أبنائنا، نحن نطالب بأن نعيد أبنائنا، نحن نقول إسبان عيدوا أبنائنا. عندك القلب على وليدات المغاربة، يلاه بدا غير بهادو حتى واحد ما مسوق لهم. نهار يتفرقع الشعب المغربي لا، الطبقة السياسية غتدخل لدارها، داروا على شي يرجعوا، وإلا كاع اقتضى الحال راه يمشيو لبرا. غادي يخليو الشعب المغربي، غادي يخليو الأمنيين، وغادي يخليو القصر الملكي في مأزق بيناتهم. إذا سمعتوا أنا جيت باش نسمع. كيمشي الأمزميز قال لهم جيت نسمع لكم. لما تعالت الأصوات السيد ما قدرش يتحمل وقال لهم طق ومشى في حالته، خلاهم عطيه صيفطوا للحبس. يوميا الآلاف ديال المواطنين كيتحكموا في المغرب بدون حقهم في الدفاع. خوتي المغاربة السلام عليكم. اليوم الأربعاء 19 غشت 2026. كنعيا ما نفهم في السياسة في بلادي، كنعيا ما نفهم في المسؤولين ديال بلادي، وكنجي حتى الاخر وكنلقى راسي ما فهمت حتى حاجه. كيف يعقل ثمن البترول غادي وكينزل في العالم وحنا المحروقات غدا وكتطلع 15 درهم المازوت؟ عباد الله، المازوت دينامو الاقتصاد المغربي. المازوت هو باش كيتحركوا الشاحنات اللي كينقلوا الخضر والفواكه بين المدن. المازوت هو باش كيخدموا الباطويات اللي كيمشيو يصيدوا. المازوت هو باش كيخدموا الكيران اللي كينقلوا المسافرين بين المدن. المازوت هو باش كيخدموا دوك البيكوبات وكل شيء هادشي اللي كتشوفوهم كينقلوا الخضر، وهذا تا هما يعني كل شيء غادي يغلى عاوتاني. حتى من مالين الطاكسيات اللي كانوا موالفين التسعيره اللي عندهم دابا ديال المازوت ب9 دراهم ولا ب 15 درهم تقريبا دوبل، ولاو تا هما كيقول لك اسدينا ما مخرجناش هادشي. الا كانوا 3 الناس ما غنهزهمش، غادي نهز 3 الناس وكل واحد بالكونتور ديالو. الامور غادا وكتعسر. ما كنفهمش هاد الحكومه فين كاينه، ما كنفهمش كيف يعقل دافعين ال 15 درهم. واش كي هاد الحكومه هادي كتجرب التحمل ديال الشعب المغربي؟ شحال يقدر يتحمل؟ اجي ندفعوه؟ واش باغيين انفجار؟ المواطن المغربي عايش على الأعصاب في بلاده وعايش على الأعصاب. أحسن مثال قضية الهروب الجماعي نحو سبتة، أكثر من 70,000، وهذا الشيء راه جاو البوليس وكل شيء وحبس يا ما تحبس. 70,000 اللي دازت ورجعات. 70,000 ماشي كلها ما عندهاش الفلوس ما خدام، لا، كانوا تما أطر، كانوا ناس اللي واصلين، الناس اللي قاريين، كانوا كيقلبوا على الكرامه، كيقلبوا على العيش الكريم، كيقلبوا على بزاف ديال الحوايج. وها انتم سمعتوا في الفيديو اللي كندوز شاب من الشباب اللي حرقوا عايش في كوخ ديال القصب في الجبل، ودرت معه استجواب وكنقول ليه واش هاد الحاله المزريه اللي انت فيها عايش في القصب في الخنز وهذا؟ قال لك والحمد لله كنحس براسي مرتاح من الداخل، معذب دابا ولكن مرتاح من الداخل. غنقول لك اش هاد الميزيريا، اش هاد الذل اللي قبلتو به هنا في سبته، عايشين في كوخ في الخنز. ما عرفت كيفاش كتاكلوا كيفاش كتشربوا شنو شاد الواحد كيهرب باش يحسن الوضعيه ديالو. يمكن في المغرب انت ما عايش هكا خيري دار. نعم، حنا اللي عتسولونايا حتى واحد ما راضي بهذا الواقع اللي كنعيشوا دابا حنا في سبته، حتى شي واحد ما راضي بهذا الواقع. انا في عمر 28 عام. 28 عام. بكالوريا دبلوم لوجيستيك. البكالوريا دبلوم لوجيستيك، وما خليت فيه ما خدمت في شوانات، كنت خادم في شركه ب 6000 درهم. 6000 درهم. المهم نبدا لك النقطه الاولانيه، حنا حتى واحد ما راضي بهذا الواقع هذا، ولكن العيش في المغرب حنا ما قادرينش نوفر داك الشيء اللي باغيين. مثلا انت شاب في عمرك 27 باغي تصرف على الدار، مثلا الا كنتي معول واحد الاسره خصك تصرف على الدار، تاكل، تشري الحوايج، تخلص الكراء والماء والضوء. مثلا باغي تزوج، نفترضوا اللي ما عندوش النيفو. دابا انت عارف السميك ديال الدوله 3000 درهم. 3000 درهم لاش عاتكفي؟ الكراء دابا في المدن طنجه، تطوان، كازا، مراكش، اكادير، الكراء المينيموم 3000 درهم، كتجبر 150 170. بارتما عائليه كتجبر 250 فرنك، 3000 درهم. مثلا هذا الشاب هذا كتجبروا عنده
12 سنه ديال الخدمه 11 سنه ديال الخدمه فواحد سوسيتي ما جمع حتى درهم، يعني كيخدم باش كيحارب الجوع. واش حيت غلاء المعيشه؟ اول حاجه غلاء المعيشه، هذه اول حاجه. وزيد الدوله ما كترفعش الاجور للعمال. الماكسيموم ديال الصالير خاصو يكون في المغرب 8000 درهم. اللي باقي كيخدم 100 درهم دابا في المغرب ما كنعتبروش يعني مواطن. شوفوا الدوله اللي ما كتحترمش المواطن ديالها ماشي دوله. الدوله خاصها تحترم المواطن ديالها، توفر له الصحه والتعليم والمأوى. انت كتحس براسك خدام وانت مخنوق، النفسيه ديالك مخنوقه في البلاد، يعني انت مدمر. انت فهمتي البيئه سامه، البيئه اللي عايش فيها، المحيط ديال العمل، تخدم في مصنع ولا في اي وزين في قطاع عام ولا في قطاع خاص، كتحس براسك مخنوق. فهمتي؟ يعني انت كتجبر راسك مخنوق خدام وما كاينش النتيجه. واش هاد الحكومه ما كتسمعش هاد الشيء كامل، هاد المشاكل كلها اللي طرات؟ واش كتعرفوا الضرائب اش دايرين للشركات؟ واش كتعرفوا عدد الشركات اللي كتفلس يوميا في المغرب، وبذلك فقدان مناصب الشغل؟ واش كتعرفوا بان عندنا ازمه هذه ديال السبته اللي باقي الجراح ديالها باقي محلولين؟ اسبانيا الطبقه السياسيه فيها كتنغل، وكاين نقاش عمومي، كاين الاحزاب السياسيه، كاين الجرائد، كل شيء مهم نقاش عمومي. الا في المغرب، الا في المغرب ما كندويوش، احنا مرتاحين، احنا ما عندناش مشاكل، احنا بخير وعلى خير. سبيطاراتنا من احسن ما يكون، التعليم ديالنا من احسن ما يكون، حتى شي واحد ما كيدوي. قنوات تلفزيه شي حاجه تكون شي نقاش اللي يكون مفتوح ومعليش الرقابه وندويو بكل اريحيه، لا ما كاينش. لا احنا مرتاحين، احزاب السياسيه داروا شي بيانات وهذا وكل شيء رجع اللور، حتى شي واحد ما كيتكلم. واش كتعرفوا في المغرب حاليا ومنذ واحد 3 شهور ان المواطن كيتقدم امام القضاء بلا محامي، لان كاين اضراب المحامون، وان القضاة يحكم عليك باللي شافوه هو مناسب، وانت ما عندكش حق في الدفاع، انت ما عارفش، ما غتدافع، ما غدير حتى حاجه. واش كتعرفوا بان الناس كيمشيو للحباسات وما عندهمش محامون اللي يدافعوا عليهم، لا اثناء التقديم ديالهم امام نواب وكيل الملك ولا امام قاضي التحقيق ولا حتى حاجه؟ زداف في سير الحبس، زداف عطيه 3 سنين، عطيه 7 سنين، عطيه 10 سنين، عطيه وما عندكش المحامي. واش كتعرفوا شحال ديال الشركات كلاو العصا في هذه القضيه ديال اضراب المحامون؟ ما عمر هذا الاضراب بهذه المده الزمنيه كان في تاريخ المغرب. تجت هذه الحكومه هذه ما عمرها كان. كل شيء معطل، العداله ومصالح المواطنين ومصالح الشركات معطلين واقفين. واش يعقل هذا الشيء؟ واش كتعرفوا بان شهر شتنبر ها هو داخل، المحامون داروا بيان كيقول لك الاضراب مستمر وما غنديروش المساعده القضائيه وما غنديروا حتى حاجه وحنا ما خدامينش. واش عرفتوا على ضرر اولا على سمعه البلاد، المستثمرين كذلك هنايا لان عندهم محامون، لان عندهم مساطر في المحاكم، اي حاجه امور عاديه، محكمه تجاريه ولا ما كاينش محامي. تصور شحال من واحد في الحبس وغادي يحكموا عليه ما كاينش محامي، دونك القاضي بزاف نزل عطيه. شحال من واحد يقدم امام نائب وكيل الملك وما كاينش محامي، والنائب كيشوف هو عطيه صيفطوا للحبس. يوميا الالاف ديال المواطنين كيتحكموا في المغرب بدون حقهم في الدفاع. واش ماشي حرام؟ واش ماشي كاين عندنا شي ازمه في البلاد؟ غير قضيه سبته فضحات كل شيء. خرج لينا سيد رئيس الحكومه وخرج وليداته اللي كيدافعوا عليه، يعني المحامين اللي كيحاولوا يزينوا الصوره ديالو، المحاميه فلانيه راكم عرفتوها
والفتى المدلل السعدي هادو شغلهم في البرلمان لمدة 5 سنوات هو تلميع صورة أخ النوش. أخ النوش غادي يخرج وغادي يمشي للحوز أمزميز وغادي يقول لهم جيت نسمع لكم. 3 سنين من بعد الزلزال هو رئيس الحكومة. رئيس الحكومة انتخابات كاينة في 23 شتنبر المقبل، بقات شهر وشي 4 أيام، ومن بعد الحكومة غتبدل. يعني ما بقى لهاد رئيس الحكومة حتى حاجة، مشى كيكذب على صحاب الزلزال، ما دار والو هذه 3 سنين. وداك الشيء اللي دار لصحاب الزلزال كارثة فضيحة، يعني والأموال طائلة، ولا شي واحد قدر يتحاسب معهم ولا يقول لهم اش درتوا كيفاش علاش. ارتكبوا الحكومة ارتكبت جريمة في حق ضحايا الزلزال. لا دوك القفوزة اللي بناو لهم، لا الطريقة باش بناو لهم، لا عمرانيا ولا فضيحة اللي داروا تما. وعنده الوجه السيد رئيس الحكومة كيمشي لأمزميز قال لهم جيت نسمع لكم. لما تعالت الأصوات السيد ما قدرش يتحمل وقال لهم طق ومشى في حالته وخلاهم. وانا غادي نستمع ايوه واخا انا غادي نستمعوا وغادي نستمعوا وغادي نفهموا واش واقع، واذا كاين شي حلول غادي نقترحوها. انا غاجي باش نسمع. شكرا لكم. إذا سمحتوا أنا غاجي باش نسمع، لأنني دابا رئيس الحكومة انتخابات قربات، نديرين بحال داك الميركاتو، هو خارج وقال لك الحصيلة د الحكومة وهذا. شوفوا معايا هذا الفيديو. اش نقول لك علاش هذه الحكومه حققت اقوى حصيله اقتصاديه من 2011 اليوم. ما بين 2011 و 2021 متوسط النمو بقى في حدود 2.7%. 2025 وصل لقرابه 5% رغم الجفاف والازمات الدوليه. الناتج الداخلي الخام طلع من 130 مليار دولار في 2021 ل 185 مليار دولار في 2025. والاستثمار العمومي كان 230 مليار درهم في 2021 وصل 340 مليار درهم في 2025، والتبرج ليه 380 مليار درهم في 2026. الاستثمار الاجنبي المباشر طلع من 18 ل 56 مليار درهم، ومداخل الدوله من 256 ل 424 مليار، بينما عجز الميزانيه هبط من اكثر من 5.5% ل 3.5%. وها علاش حكومه علي الاخنوش حققت اقوى حصيله اقتصاديه من 2011 اليوم. رفعت الاستثمار، رفعت مداخل الدوله، ونقصت العجز. واللي ما بغاش يسمي هذا الشيء نجاح يفسر المغاربه علاش هاد النتائج ما تحققتش ملي كان هو في التسيير. عرفتوا الجواب على هاد السيده اللي كتصبغ وكتحاول تزين الصوره ديال اخ النوش ولي نعمتها؟ هو هاد الشيء. بكل اختصار، ما غادي نحلوا ارقام، ما غنديروا حتى حاجه. بكل اختصار ها الجواب ديالكم. هذوك الارقام 7 المليار 70 مليار 100 مليار ما عرفت شنو، ها الجواب. كون خلاو هذوك محلول، داك الباب محلول، وكون الا كنا حنا 36 مليون مغربي غتلقى واحد 4 ولا 5 هي اللي غتبقى، وغتلقى كل شيء مشى وغنسترجعوا ديك السبته. واش هاد الناس عندهم شي عقل؟ واش كيتفلاو على الشعب المغربي؟ انا ما كنظنش كيتفلاو على الشعب المغربي بقدر ما يستفزونه. واحد النهار
غادي نوصلوا نقطه لا رجوع، نقطه لا رجوع، وكنخليو في الوقت اللي السياسيين مستقلين، ملي كنقول مستقلين ديميسيونير، ما لاعبينش الادوار ديالهم، ما لاعبين حتى حاجه، ما يهمهم هما الكراسي والمنافع اللي جايه من الكراسي، ومخلين الامنيين من امن وطني، الدرك الملكي، قوات المساعده، قوات المسلحه الملكيه، مخلينهم في مواجهه الشعب. وقت ما كان شي كريز شي مصيبه الا هما اللي كتلقى، هما اللي غادي يحاوروا، هما اللي غيتكلموا، هما اللي في الوقت اللي السياسي اللي خصو يكون تما. والمثال من سبته المحتله، والمثال من الجاره الاسبانيه، بيدرو سانشيز مشى، وزير الخارجيه مشى، وزيره الدفاع مشات، كل شيء الحكومه نزلت لسبته، وغاديين جايين وتعزيزات وهذا اموال واللي بغينا، الا حنا حكومتنا ما كاينش فيهم واحد حط رجلو في الفنيدق، ما كاينش فيهم واحد مشى يعرف غير شنو طاري ويتلاقى مع المواطنين. وكيكذبوا علينا، قربوا الانتخابات كل واحد شنو كيحاول يكذب وما ما عارفش كيكذبوا على راسهم. الى جلاله الملك ما كيتيقش في الطبقه السياسيه وقالها في خطاب رسمي، اش بقى لينا حنا ما نقولوا؟ ملك البلاد عاهل البلاد ما كيتيقش في الطبقه السياسيه، عارفهم كذابه، عارفهم اش كيديروا، عارفهم النهب، عارفهم اللي بغينا. احنا اش بقى لينا؟ شي مسؤول نزل مشى للفنيدق يشوف المشاكل بعد سبته مزيان، ولكن حتى قبل سبته مشى للفنيدق ومشى للغرب ومشى لهاد المناطق ويشوف مشاكلهم، كيفاش داك التهريب المعيشي اللي تحبس بين نهار وليله اثر بشكل كبير على المجتمع في هاد المنطقه ديال الفنيدق والمضيق والنواحي. الناس ما بقاوش خدامين، حالات الطلاق، المخدرات انتشار كبير، وهذا الشيء كامل. واش شي مسؤول شي نهار تكلم وقال الغرب، سيدي قاسم، سيدي يحيى الغرب، المهم هاد النواحي كامله اللي هي غنيه جدا، كيفاش ولادها هربوا، كيفاش الفقر، وراه بينته في احدى الفيديوهات فاش كنت مشيت هذه واحد الشهرين تقريبا، كيفاش الفقر كيعيشوه دوك الناس في منطقه جد غنيه. شكون اللي شفر هاد الفلوس ديال الغرب؟ شكون اللي داهم؟ شكون هما هاد الناس اللي واخدين مئات الهكتارات ومفقرين الساكنه؟ واش عمر كانت عند شي سياسي ديالنا الجرأه يخرج يتكلم في هاد الشيء؟ وغادي نخليو في الاخر الامنيين هما اللي كيتحملوا المسؤوليه. خرج لينا وزير العدل عبد اللطيف وهبي، هذا مسؤول ديال حزب الاصاله والمعاصره، ايوا خرج كيتكلم ديك التغويشه داير هكا، ما عرفتش كون غير ينصحوه يقولوا لي عافاك غير ضحك، عافاك غير ابتسم، ولا غير غير ضحك علينا. المهم غير ضحك في القنوات العالميه، غير ضحك عافاك، غير دوي ابتسم، وهذا كيدوي قال لك بغينا اولادنا او بغينا نرجعوا لنا القصيرين وخصكم ترجعوهم، وكيفاش تفرقوا العائلات وكيفاش. مزيان السيد السياسي اللي كان الامين العام ديال حزب الاصاله والمعاصره، اللي اليوم وزير العدل، واللي هو رئيس جماعه تارودانت، اللي ما عمرو حضر لتارودانت ولا عرف ديك المدينه الجميله التاريخيه المتسخه المهترئه، البنيه التحتيه مكرفسه وكل شيء مكرفس. السيد وزير العدل ما خلى ما قال بغينا وليداتنا. جبنا واحد الدويره في اكادير صغيره، بغيتي وليداتنا وكتهمك عليك القلب على وليدات المغاربه، اجي تشوف في اكادير، هما في حي الباطوار، هما في حي السلام، إسلان، في العراق، المئات من اطفال الشوارع من 7 سنين 8 سنين حتى ل 14 عام، والبنات تا هما ناعسين غير في الزنقه. سيد وزير العدل، عندك القلب على وليدات المغاربه، يلا بدا غير بهادو حتى واحد ما مسوق لهم، كان نتكلم عليها اكثر من 5 سنوات وبيناهم بالفيديو وكعباد الله شبه يوميا كندوز الصوره ديالهم. على وعسى السيد والي جهه سوسماسه سي مزازي ينوض غير يتحرك، يدير غير شي حاجه، يجمعهم ويدخلهم لواحد المركز
في المستوى، وهاد الوليدات يتم عندهم المواكبه النفسيه لان عندهم مشاكل نفسيه علاش خرجوا للشارع. وهاد الوليدات اللي راهما في شوارعنا كيتغتصبوا، يستغلون في الدعاره، يستغلون في ترويج المخدرات، التحرش بالسياح واللي بغينا، ولا احد كيتحرك. بأكادير رئيس الحكومه عزيز اخنوش هو رئيس الجماعه، ولا تحرك لا هو لا وليداته اللي معاه. شوفوا معايا هذا الفيديو. فنحن نريد أن نعيد أبنائنا، نحن نطالب بأن نعيد أبنائنا، نحن نقول لإسبان عيدوا أبنائنا ونحن سنستقبلهم، وليست لنا أي رغبة لمعاقبة أي شخص لأنهم قصر ليسوا مسؤولون عن تصرفاتهم، بل فقط نعيد لعائلتهم الذين أصبحوا خائفين الآن، لا يعرفون من مات في البحر، لا يعرفون من تم اختطافه، لا يعرفون من تعرض لممارسات غير أخلاقية. فلذلك نحن نطالبون ونقول لإسبان أعيدوا لنا قصرنا لأننا نريد أن نستقبلهم من جديد وأن نتجاوز هذه المحنة. مشاهدي قناة مغرب تايمز، أهلا ومرحبا بكم في الوقت اللي كيتصاعد فيه الخطاب الرسمي والمطالبات باسترجاع أولادنا من سبتة وتجميل وجه الرعاية الاجتماعية. كاين واحد الواقع آخر كيتجاهلوا الجميع، واقع اللي كيقطع في القلب في شوارعنا وفي محطاتنا. واش غير هادوك اللي في سبتة هما ولادنا؟ وهادو اللي كينعسوا في الشوارع المغربيه ما كيتسموش ولادنا؟ كيفاش كنشوفوا دفاع مستميت على حمايه الطفل خارج الحدود في الوقت اللي فيه اطفال مغاربه كيعيشوا هنا بيناتنا الجحيم اليومي، كيعانيوا من الضياع، التشرد، القهر والاستغلال بشكله البشع تحت عين كل شيء. واش هاد الاطفال ماشي اطفالنا؟ ولا المواطنه والانسانيه ولات كتحضر بفرز واختيار؟ هذه رساله ومساءله مفتوحه. فين هي السلطات المحليه؟ فين هي الجمعيات اللي كتغيب اوقات الازمه؟ وفين هما المنتخبين اللي كنشوفوا وجوههم غير من 5 سنين ل5 سنين في ايام الانتخابات؟ الاطفال في الشارع ماشي ارقام ولا ملفات للركوب الاعلامي، هادو اجساد صغيره كياكل فيهم البرد والاستغلال وصرخه في وجه كل مسؤول في ظل شعارات والاسترجاع على واجب الحمايه والتكفل الميداني. لا غادي نطالبوا ولا كواحد مسؤول كما بيكون مسؤول حكومي بيطالب يعني باسترجاع ديال الاطفال ديالنا من سبته، ولا يجيبهم من اي مدينه في المغرب. يعني سبته راه محتله، يعني مدينه مغربيه محتله، يعني باش يجيب هذوك الناس خصها شنو وفرتي ليهم؟ حنايا كنهضروا دابا على الفشل الحكومه الحاليه والفشل ديال السياسه الحكومه الحاليه اللي زاد فقرات الشعب المغربي، اللي زاد فقرات الناس اللي وصلتهم للتهميش، وصلتهم الفقر، سواء هذه الحكومه وحتى الحكومه اللي حرات الاسعار. الحالة ديال الاطفال اللي في وضعيه ديال التشرد وفي وضعيه صعبه اللي كيعيشوا في الشوارع ديال ماشي كنقول السلام وهي وراه في اكادير كلها. هاد الوليدات اللي كيعيشوا في الشارع راه هما مدمنين، راه كيستعملوا واحد المخدر اللي هو ستيليسيون والديليون اللي خرج ليهم على الافكار ديالهم. لان دابا واخا انت كتجي لعنده وكتبغي تحاور معاه ما كيبغيش يتحاور معاك، كيقدر يسبك، تيهرب. علاش؟ بحال هويا اش غنقول لك، تعقد من هاد العيشه اللي كيعيش في الشارع وداكشي تعقد. حنا كما كنشوفوا وليدات راهم في المدرسه وفي الدار وما بعد ذلك تلقى معاهم مشكل، لان كتلقى معقد، كتلقاه مديرونجي، فما بالك هاد الاطفال المساكن اللي انا اش غنقول لك داروا لي واحد الحرقه في قلبي. والله انا كأم وكفاعله جمعويه وحقوقيه انا كنحاول يعني ندير بما وسعي. حنا هاد الاطفال اللي كنطلبوهم يرجعوا مثلا هادشي ديال الهجره اللي حكيتوا عليه، الهجره السريه اللي مشاو الاطفال ديالنا من المغرب ومشاو للمدينتين المحتله سبته ومليليه، وكيطالبوا من اجل استرجاع الاطفال. مزيان نرجعوا الاطفال ديالنا، ولكن اش وفرنا للاطفال ديالنا؟ اش وفرنا لهم؟ واش غيجيو عاوتاني كيقلبوا على خدمه يجيو للشوارع ومي غنشخصوا عاوتاني هاد الحالات ديال التشرد الاطفال في وضعيه شارع؟ كاين بزاف ديال العوامل. كاين الناس اش نقول لك، كاين الهضره المدرسي، كاين الرفقه السيئه، كاين الاب ولا الام ما كيعرفوش كيفاش داك الطفل يتحاوروا معاه يتكلموا معاه، كيضطر ماشي يهرب كاع من الدار ولا شي حاجه. كاين بزاف ديال العوامل. وعاوتاني واحد الحاجه اللي خص المنبر ديالكم المحترم يسلط عليها الضوء، هو كيفاش كاين بعض المحلات هنا في المدينه ديال اكادير الدروغلي اللي معروفين بالدروغري كيبيعوا الدوليه لهذوك الناس وكيشدوا الصف تماك
باش كيشريو الدوليه عنده، هي اللي هذيك الماده هي اللي كتخضرهم، هي اللي كتبوقهم، هي اللي كتجي واحد النهار كتلقى شي جوج ثلاثه ميتين باش، ولا كتلقى شي واحد مثلا ها هو كيشم، ها هو هز الدوليه، ها هو شعلات فيه العافيه. علاش؟ هذيك الماده المخدر اللي كيتباع اليوم هنا، كل ما كان شي الماده تبع اليوم واش غيشموا هاد الناس هادو. السيليسيون راه ما كاينش، الدوليه اللي كيهزوا في القرايه تاعهم وكيمشيو. علاش؟ هاد الماده هادي كيخليوها كتباع لهادو وكيشدوا عليهم الصف. راه كاين في الباطوار، كاين بزاف ارجاء ديال مدينه الاكادير كاينين اللي دروغلي كيبيعوا لهاد الناس هاد الماده هادي. دائما ملي كنهضروا على واحد الظاهره خصنا نتكلموا على الاسباب ديالها، ومن الاسباب ديال هاد الظاهره يعني اطفال الشوارع هي نتيجة يعني غلاء الأسعار. ملي كنهضروا على غلاء الأسعار يعني كيتولد منهم مجموعة من الأشياء اللي هي سلبية في المجتمع، كالبطالة، عدم توفير السكن، الاطفال ما كيكملوش التمدرس ديالهم، يعني الاطفال ما كيلقاوش العلاج، يعني المشاكل الاسريه، يعني هذا الشيء كامل جاي من غلاء الاسعار. يعني اش نقول، هذوك واش عندهم والديهم ومتخلين عليهم ما عرفناش، لان واش هما تزادوا هنا في الشارع مع الاغتصاب وداك الشيء والاحتكاك ديال القاصرين اللي تيكونوا مع بعضياتهم، لان كانوا في واحد الزنقه هنايا كانوا بكثره. القساوه وهي ديال الوضعيه ديالهم، اللي دابا راه حنا كنقولوا الصيف فين ما والهم كينعسوا، ولكن فين كيجي فصل الشتاء والبرد ودوك الوليدات كيبداو يتكمشوا كينعسوا في الزنقه وهذه. ولكن البعض منهم راه ملي كيمشيو للمراكز كيرجعوا يهربوا. هما راه خص هاد الوليدات يكون حقهم في التمدرس، خصهم العيش الكريم. راه هما مساكن ما اختاروش هاد الحياه ديالهم، ولكن المصير ديالهم هكا حطهم، لانهم معرضين لشتى الاعتداء. يعني دابا هما جارين معاهم حتى الكلاب، هما مساكن غاديين وجارين معاهم حتى الكلاب، عايشين معاهم، كيدوروا في الزناقي، كاين اللي غيعطيهم كاين اللي ما غيعطيهمش، كاين اللي يعني ما هاد الحاله زعما يرثى لها. كنقول بان الاطفال ديالنا هو المستقبل ديالنا. ناخذوا غير بعض النماذج من الدول اللي نجحات والدول المتقدمه، راه كينفيستيو في الطفل. الطفل ملي كيكون صغير تيكون عنده واحد المساعد اجتماعي، ملي كيكون خلاف ما بين الزوجين داك الطفل ما كيكونش ضحيه ديال دوك الاباء اللي ما فاهمينش هذا، كيدخلوا مساعدين اجتماعيين، كيكون واحد الحكم قضائي وكذا، ليتما تصور وضعيه ولا يكون شي حل لدوك الازواج. ياك هادو كنشوفوا الدول المتقدمه كيفاش كيعاملوا الطفل اللي هو المستقبل ديالهم. ياك كنجيو مثلا الدول الناميه ولا المتقدمات ولا شحال ولا غاديه في الطور النمو، كنشوفوا بان الاهمال ديال الاطفال ديالنا، حتى ماشي غير الاطفال اللي كاينين في الشوارع، حتى الاطفال اللي كيكونوا في البيوت. الناس الاطفال كاينين بزاف كيتعرضوا للعنف من طرف الاباء، من طرف الامهات، ولا في المدرسه ولا شي حاجه. امتى حنا غنستوعبوا ونقولوا بان المستقبل ديالنا هما هاد الاطفال ديالنا خصنا انفيستي فيهم؟ بحال عندك مثلا واحد الفريق ديال الكره، كيكون عندك المينيم كاضي كذا غادي وكتطلع باش يوصل الفريق الكبير. ياك ماشي يلعب ويعطي واحد الحاجه زوينه، انت غادي وكتربي فيها بحال شي متى اي حاجه كتبدا من الصفر حتى تتكبر. كنجيو للمدينه ديال اكادير كنشوفوا اش نقول لك، الناس طبعوا مع هذه الحالات ديال التشرد اللي فيهم اطفال وفيهم كذلك حتى قصيرات، كنشوفوهم كينعسوا على الكلاب ديالهم، كيضروا في الزنقه ولا احد يحرك ساكنه. الناس المسؤولين يفكروا كيفيه معالجه هذه الظاهره، سواء بتوفير يعني مراكز استقبال لهذه الفئه الهشه هذه، باش يويوهم، يعني يوفروا لهم السكن ويوفروا التمدرس، السكن اللائق يعني، والتمدرس للناس لهذوك الاطفال اللي كيعيشوا في الشارع، والناس المسنين يديوهم البلاصه ديالهم، يعني فين كاين الديور ديال العاجزه يعني. ولكن هذا الشيء راه ما يمكنش يدار الا ما دار واحد لونكيت بيبليك على هذا واحد البحث عمومي على هاد المتشردين، يحاولوا يسولوهم شنو هما الاسباب اللي يجعلوهم يعيشوا في الشارع. ولكن الاغلبيه ديال الاسباب راه قلنا الفقر والبطاله والتهميش. ونشوفوا عاوتاني حقوقيين وجمعيات كيمشيو كيديروا وقفات حدا البرلمان وكذا، من اشنو؟ من اجل الحيوانات الضاله، الكلاب والقطط، كيمشيو كيدافعوا على القطط وكيدافعوا على الكلاب، وهذاك الطفل المغربي مسكين اللي كينعس في الزنقه وكذا ما كاين اللي يدافع عليه، ما كاين اللي يخرج ليه، ما كاين اللي مسكين يهزو يحشيه في دارو. اش من اسلام، اش من ما كاينش اهتمام بالطفل هنا كما ينبغي. واش ما كيجيكمش خطاب السيد وزير العدل النفاق؟ واش ما كيجيكمش ان هاد الطبقه السياسيه لا هو لا اخنوش لا من معاه
بحال مقاسمين الادوار ومقصرين. شوفوا دوزتوا هاد ال5 سنين نتوما الاحرار، ال5 سنين اللي جايه بغينا ندوزوها حنايا الاصاله والمعاصره، عافاكم. وكما الاحرار دازوا ديك المره في 2021 وبداو كيستقطبوا، حنا الحزب غنكونوا في الحكومه، وبداو الناس كلشي كيجي كيهرول وكيدخلوا للحزب السياسي. دابا يمكن قالوا بان الاصاله والمعاصره هي اللي غتشد الحكومه، بداو عاوتاني كلشي كيجري وبداو كيخرجوا من الاحرار ومن احزاب اخرى ويلتحقون بالاصاله والمعاصره. انا نعطيكم مثال صغير عاوتاني بسيط. مهدي بن سعيد وزير الثقافه والرياضه وغيرها. انا بغيت سؤال المهدي بن سعيد، خلال 5 سنين وانت قيادي، ملي كنقول قيادي راه كاينه القياده الثنائيه ديال حزب الاصاله والمعاصره. انت السي مهدي بن سعيد اعطيني غير شحال من فيلم انتج المغرب في المستوى ومشى لذاك الفيلم العالميه خلال هاد 5 سنوات، مقارنه مع الملايير والملايير اللي خرجات. اعطيني شحال من كتاب تصدر في المغرب ونجح، يعني مشاو الناس كيقراو هذا، وما تقولوش ليا المغاربه ما بقاوش كيقراو. نهار جا داك الشاب سعودي، الا كنتو عقلتو، جا شاب سعودي لمعرض الكتاب وعرض الكتاب ديالو، الشباب المغربي بالالاف شادين الصف باش يتصوروا معاه وباش يشريو نسخه من الكتب ديالو. يعني الشباب كاين الشغف، بغاو يقراو، بغاو ما لقاوش الجوده، ما لقاوش شي حاجه اللي كتغريهم في الكتاب. السيد وزير الثقافه غير سؤال، انا عطيتك، عطينا غير شحال من كتاب، شحال من فيلم. كنعرفوا بان سوريا نهار بغات تسوق الصوره ديالها حطات الفلوس ميزانيه وجابت الخبراء وهذا وروجات الافلام ديالها، وكيفاش ولا العالم عرف الثقافه السوريه. الكوريين كيفاش دخلوا البيوت العالم بافلامهم، حتى ولينا كنعرفوا الثقافه الكوريه، ولاو الناس عارفين يتكلموا الكوريه، الثقافه الكوريه وغيرها، وكل اعجب بالثقافه الكوريه، كلشي عجب سوريا الا حنايا قال لك غنديروا الافلام. اعطيني شحال ديال دور السينما تحلات السي مهدي بن سعيد اللي هي في متناول المواطن البسيط، وتقول السينما خاص تمشي لمراكش، الدار البيضاء، الرباط، العيون ولا وجده ولا زاكوره طاطا، هذوك ماشي بحقهم يعيشوا. وليس بالمغرب بسرعتين، واحد المغرب تي جي في وواحد المغرب باقي غادي في الفحم ديال لي كوبوي، ما كاينينش في هذا العالم، منسيين هادشي كامل منسي. سي مهدي بن سعيد مثال واحد اخر نعطيك عاوتاني. هنا بشاطئ ال25 تغازوت كاين واحد المخيم جديد ديال الشبيبه والرياضه، فيه الالاف ديال الاطفال. هادوك الالاف ديال الاطفال الواد الحار ديالهم كيتلاح في الشاطئ. الشباب اللي خصنا نتكلموا على البيئه والحفاظ على البيئه وكل شيء، هذاك المخيم ديال وزاره الشباب كيتلاح في الشاطئ وخنز داك الشاطئ كامل، والشواطئ اللي قريبه كتمشي للشاطئ كتشم ريحه الخنز. الواد الحار كيتلاح تما. لما اتصلت بالديوان ديال السيد الوزير بداو كيقلبوا، عيطوا عليا قالوا لي لا ماشي حنا، راه واحد الكومبينغ. زيد طوموبيلتي ومشيت وكنقلب منين جاي الكومبينغ هو مول هذيك المصيبه. لا، المصيبه موراها المخيم ديال الشبيبه والرياضه ديال السي مهدي بن سعيد. وهنا هذه شهر نشرت الفيديو ديك الفضيحه وحنا في عز فصل الصيف. لا الدرك الملكي يتحركوا، لا السلطه المحليه غنرجع الامزازي واش تحرك الصيف هذا، وتلوح الواد الحار في شاطئ اللي كيستقطب الالاف ديال المواطنين، تخليهم يعوموا في داك الخنز والريحه عاطيه. السيد الوالي ما انا كنقولها ديما، جاي يدوز عطله معنا، جاي يدوز تقاعد ديالو في واحد المدينه جميله والهواء زوين وما ليها اجمل، ترونكيل، ما باغيين صداع، كل واحد داخل سوق راسو، حتى واحد ما كيبرزط، حتى كيدوز العطله معنا.
اما كون كان في جهه واحده اخرى ديك الساعه واحد لا كوميسيون تنوض، الدرك الملكي القائد الجهوي يصيفط اللجنه يلا ديال البيئه سيروا لتما بي كيفاش علاش هذا تنوض القيامه الا حنايا مالكم. السي مهدي بن سعيد وزير الشباب والرياضه المخيم ديالو كيلوح الخنز في لابلاج. شحال ديال البرامج خرج وزير الشباب والرياضه والثقافه، شحال البرامج خرج؟ غنديروا السينمات 250 سينما، غنديروا جواز، غنديروا انا اللي كيبان لي انه صلح العائدات الماديه الشخصيه ديالو هو، شركته صفقات، هذا اصبح من المليارديرات ديال المغرب. لو كان تحاسبوا نهار جيتي اش عندك والنهار مشيتي شنو عندك، وهذا هو صلب المشكل اللي عندنا كاملين حنا المغاربه. واخا يكون عندك امكانيات وهذا ربط المسؤوليه بالمحاسبه. كيفاش الفاسدين كنشوفوهم كيديروا الفضايح قدام عينينا وحتى شي واحد ما كيحاسبهم. لما المواطن البسيط كيدير شي حاجه بسيطه كنصيفطوه الحبس نزل عليه، لما صحاب الكروش الكبار كيديروها حتى شي واحد ما كيتكلم وتقول. والامثله كثيره راه شبه يوميا كل خطره مجبودين ملفات غير جبروت الجبتات. هذا شحال عنده ديال العقارات، هذا عنده ولا شي مسؤول خرج قدام الشعب المغربي وقال لهم لا سيدي انا ما عنديش هادشي، ولا راه عندي ولكن ها شنو ها كيفاش درت ليه. الحكومه تعطينا غير اللائحه ديال الناس يستافدوا من المخطط الاخضر، الجيل الاخضر، المخطط الازرق، الجيل الازرق، هاد عاوتاني الميزانيه اللي خرجوا لاستيراد اللحوم غير اللوائح يلا. وغادي تشوفوا كيفاش ميزانيه المغرب تنهك، ما نقولش تسرق، تنهك، حيت الا قلنا تسرق غندوزو لحاجه اخرى. واش كاين شي واحد كيتحاسب معاهم، يتحاسب يدوي معاهم؟ بغيتي تشوفوا هاد الناس كاينين اغنياء وكاين عائلات ابا عن جد اللي هي جد غنيه ما عندناش معاهم مشكل، ولكن هاد الاغنياء الجدد سيروا المربيه غتشوفوا السيارات اللي ما كاينينش عند الاسبانيول وما كاينينش عند الفرنسيس وما كاينينش عند الانجليز ما جابوهمش الالمانيه لتما، وغتلقاو السيارات المغربيه، سيارات بحال غير هذه واحد اليومين لامبورغيني ديال 3 المليار كدور تما، ترقيم ديال الرباط، سيارات فاخره ديال 300 500 مليون عامره بهم. سيروا لبورتو بانوس في العشيه جلس وغتشوف الديفيلي ديال الطوموبيلات. هذا غير مثال صغير، اما كاين اللي كيمشيو لجوايع اخرى. حتى لمتى هاد الحكومه غتبقى تفلى علينا؟ الحكومه ما بقى لها والو، طبقه سياسيه ما كنتيقوش فيها، انتخابات على الابواب، المصير ديالنا غادي تلعب في هاد الانتخابات. وهذا هو كي غنديروا لهاد المعادله هاد شنو غنديروا؟ واجب لينا خصنا نمشيو نصوتوا، كيبان غادي يحيدوا احرار ويدوزوا المركز الثالث، يمكن هادشي اللي كيبان دابا هكا، غادي ياخذوها البام اصل والمعاصره، الاصل والمعاصره تستقطب، الاستقلال مخشي الوسط، وغادي تناوبوا عاوتاني على البلايص. ونخليو لكم هاد 5 سنين ومن بعد حنايا ونعاودوا. هذه واحد 3 ايام مشاو البام كذبوا على صحاب بيوغرا عندنا هنايا في المنطقه ديال سوس ماسه، لان مناطق فلاحيه شاسعه وصحاب الفلوس مشاو تما وكذبوا عليهم الزرود وغنديروا. هاد اليومين جايين الاحرار تا هما غادي يحاولوا عاوتاني يكذبوا شي شويه، وحنا الوسط كنتفرجوا. ما عارفينش بان الناس راه تقدر ما تمشيش تصوت، ما عارفينش ان هاد الاساليب صافي سالينا منها. بغينا مغرب افضل، بغينا طبقه سياسيه جديده، بغينا طبقه سياسيه اللي كنشوفوا فيها وجهنا حنا المغاربه وكتمثل المغاربه ماشي كتمثل غير راسها. بغينا طبقه سياسيه ما تكونش مثلا بحال حميد وهبي البرلماني، اخ عبد اللطيف وهبي اللي 5 سنين ما مشاش للبرلمان، مشى ليه مره واحده ولا جوج، 5 سنين وهو كيشد 3 ما يفوق على 3 مليون ونص في الشهر، 5 سنين هو طافي التليفون ديالو. المنتخبون ديال بام واعضاء الحزب ما كيجاوبهمش،
حتى لهادي واحد الشهر عاد خرج لينا بحال دوك لي زورس الدب كينعس واحد 6 شهور ديال الشتاء حتى كيقرب فصل الربيع وعاد كيخرج، كانوا ليطارجي، هو يخرج فجأة ولينا كنشوفوه به ولا كيتكلم ولا 5 سنين عند الأحرار. زينة إدحلي كذلك لا مردود، اشنو جابت على المدينه، اشنو دارت، اشنو النشاط ديالها، اشنو ها هما كاملين هادو قال لك يتقدموا الانتخابات البرلمانيه وبغاو يكونوا هم ممثلي الامه بقبه البرلمان، نفس الاشخاص نفس الوجوه. الله يدير شي تاويل الخير. غير غنجاوب الجميع ان سبته كتجاوب هادشي اللي وقع ديال سبته، كيجاوب على الحصيله الحكوميه، كيجاوب على الطبقه السياسيه، كيجاوب على كل شيء الحاله في المغرب. قضيه المحامون اللي اليوم المواطنين كيتحاكموا وكيدوزوا في المحاكم بدون محامون، والقضاة كيحكموا النواب وكيل الملك وهذا عطيو الاوامر وكل شيء بدون محامون، وصمه عار على الحكومه. 15 درهم انا كنفهمها، كيجربوا قدره تحمل الشعب المغربي، والنهار تفرقع عليهم ما غاديش يكونوا هما، وهما غادي يسدوا فمهم. نهار يتفرقع الشعب المغربي لا، الطبقه السياسيه غتدخل دارها، داروا على شي يرجعوا، والى كاع اقتضى الحال راه يمشيو لبرا ما شغلهمش، غادي يخليو الشعب المغربي، غادي يخليو الامنيين، وغادي يخليو القصر الملكي في مأزق بيناتنا. وهذا الشيء كامل اللي غيدير ليه الكامون والملحه والعطريه وهذا الشيء كامل جهات خارجيه معاديه للمغرب اللي غادي تبغي تقزم المغرب، اللي غادي تبغي تخلق مشاكل المغرب، اللي غادي تبغي يخرجوا علينا، وهذا الشيء اللي ما بغيناش. والمهم الله يدير شي تاويل الخير، والله يحفظنا ويحفظكم، والله يسر اموركم. بلادنا بغينا لها الخير ملكا وشعبا. الطبقه السياسيه الا ما هداهاش الله شكون غيهديها؟ نفس الوجوه كيتلاعبوا، كيقلبوا الادوار، كيتبادلوا الادوار ومقصرين علينا. الله يدير شي تاويل الخير.